يا صباح الفل. الصينية القمر اللي قدامكم دي في مطعم ما وصل الساندوتش فيها ل130 جنيه. يعني التمن سندوتشات القمر دول هيعملوا في حدود 1000 وحاجة. ولو في مطعم هادي شوية ب70 جنيه ولا 80 جنيه، ممكن يعملوا لي في حدود 600 700 جنيه. فيلا نعملها بجد في البيت بمكونات وطريقة أنضف وأحلى بكتير وأضمن كمان لينا من المحلات 100 مرة. ومش هقولكوا أحلى من المحلات، لكن بجد هناخد نفس طعم المحلات بالظبط، مش أقل أبدا. معايا كده في الوصفة نص كيلو من اللحمة المفرومة. عايزة اللحمة دي يكون فيها نسبة من الدهون، ما تكونش لحمة صافية. كمان معايا نص كوباية من فول الصويا المطحون البودر. معايا ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمة. ودي البهارات اللي انتوا ممكن تشكلوها في البيت، وممكن تجيبوا كيس الخلطة الجاهزة اللي بتتباع بتاعة البرجر. ومعايا صويا صوص، مايونيز، كاتشب، مستردة. دي كل المكونات اللي هنضيفها على اللحمة، اللي هتخلي اللحمة معانا جوسي وطرية، مش كريسبي نهائي. احنا لما بنجيب الساندوش من بره كده بيكون اللحمة فيه طرية كده بتنزل كده صوصات من جواها. هي دي بالظبط اللي احنا هنعملها النهاردة. يلا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. ولايك وشير للفيديو ده كتير جدا، واحنا كده كده في مقاطعة، فان احنا نعملها في البيت اضمن واحلى وانضف وارخص بكتير جدا من بره. احنا عشان عاملين مقاطعة مش هندلعهم يعني. هنا كده انا كان معايا نص كيلو اللحمة على نص كوباية الفول الصويا والتوابل بتاعتي. وهحط من كل حاجة من الحاجات السايلة دي هحط معلقتين كبار صويا صوص، معلقتين كاتشب، معلقتين مايونيز، معلقتين مستردة. وهخلط كل الحاجات دي كويس جدا مع بعض علشان اوصل لنتيجة كويسة. هنا كده انا كنت مستخدمة الفول الصويا باودر لان انا مش عايزة ازود الكمية. انا لو عايزة ازود الكمية هاخد الفول الصويا ده هحطه في مية لغاية لما ينفش كده ويكتر، وهبدأ احطه على اللحمة بتاعتي وهعجنه كويس جدا. هيديني نتيجة حلوة وهيكتر لي الكمية. وايه وبس كده. لكن انا هنا بصراحة انا مكنتش عايزة ازود الكمية ولا حاجة. انا كنت بس عايزة ادي اللحمة بتاعتي نفس التست اللي انا بشتريه من بره. كل المطاعم بيحطوا الفول الصويا في اللحمة بتاعتهم، مطعم غالي رخيص بيحطوا. وده اللي بيديها برضو طعم مختلف عن اللحمة بتاعتنا لما احنا بنعملها في البيت بلحمة صافية بس اوقات. فده اللي بيختلف شوية عن الطعم، بيديها طعم حلو جدا. فانا حطيته النهاردة بودر. لو عايزين تزودوا كمية بتنقعوه في مية وبتحطوه على اللحمة وبيديكوا برضو نتيجة ممتازة جدا. هنا كده حطيت كل المكونات مع بعض، وهفضل اخلط فيها وامزج فيها كويس جدا لغاية لما تعمل لي نسير كده، اللحمة يبقى فيها نساير كده. ده اللي هيديني نتيجة كويسة جدا للحمة بتاعتي. كنت انا نفسي ابقى من الناس الشاطرة اللي بتلبس جلافز وهي بتشتغل. تلبس جلافز بقى للطبيخ، وتلبس جلافز للمواعين. بجد من اكتر الحاجات اللي انا بنساها يعني. هنا كده وما بعرفش اشتغل بيها كمان بصراحة. هنا كده انا كانت معايا اكياس تلاجة، كنت يعني الكيس قسماه نصين، ومعايا المكبس بتاع البرجر. وعلى فكرة لو ما عندكيش مكبس البرجر وعايزة تعملي بايدك الدايرة يعني بتاعت اللحمة، عادي جدا، لان كده كده الشكل مش بيفضل ثابت يعني اللحمة عموما بتكش فالشكل مش هيفضل مظبوط تيبيكال يعني. فانتي لو عايزة تعمليها بايدك عادي.
هنا كده انا بجد معرفش كانت دماغي فين، حطيت الكيس على حطيت الكيس على الصينية وبقيت بعمل في المكبس يعني من غير حاجة. طب ليه؟ طب ما احط الكيس في المكبس، وده الطريقة الاسهل. وعايزة اقول لكم ان اخت جوزي كانت عندي وهتيجي تكمل معايا، كانت بتساعدني وكده، وهتيجي تكمل ورايا وهتكمل بنفس الطريقة. معرفش كانت دماغنا فين بجد. اهو بيلزق مني، طب ليه افتكر ان انا احط الكيس؟ مفيش خالص. الطريقة الاسهل ليكو ان انتوا بتحطوا الكيس طبعا في المكبس ده بتاع البرجر، وبتحطوا عليه على كيس اللحمة، وبتقفلوا برضو الكيس تاني، وبتضغطوا على الكيس مش بتضغطوا على اللحمة. وبكده بتبقى الطريقة اسهل جدا، يعني بتطلعوا بقى البرجر في الكيس مقفول وتمام وكل حاجة سهلة. هنا كده اخت جوزي بصراحة كانت معايا وواقفين في المطبخ بقى، فقالت لي خلاص كملي انتي حاجة تانية، وهي بتساعدني في انها بتعملي اللحمة. انا في الوقت ده كنت بقطع الخضار، قطعت طماطم او هقطع مش فاكرة يعني، بس انا كنت بحضر بقى الطماطم والبصل والحاجات اللي احنا هنستخدمها في الطبقات بتاعت البرجر. بجد عايزة اقول لكم ان كان طعم السندوتشات بجد حلو جدا جدا جدا، ما يفرقش اي حاجة عن بره، بل بالعكس يفرق بالنسبة لي ان دي نظافة، ان انا ضامنة اللحمة بتاعتي، ضامنة مكوناتي، ضامنة ان انا غسلة ايديا، ضامنة كل حاجة. المهم هنا كده جبت جريل، حطيت فيه معلقة كده او معلقتين من السمنة، وهبدأ ان انا احط البصل بتاعي يتكرمل الاول. ممكن نستخدم البصل عادي من غير ما نكرمله يعني او حاجة، بس بيكون حامي شوية يعني، لو كلتوه كده هيوجع عينيكوا وانتوا بتاكلوا. لكن لو بتحبوا فيه القطمة دي وبتحبوا ان هو يكون سليم يعني كده، عادي براحتكوا، دي اذواق. هنا كده انا هديله بس تشويحة خفيفة كده، تخليه بس اهدى شوية، ما يبقاش حامي واحنا بناكل. بنجهز الخطوات دي بتبقى سهلة علينا بعد كده. بقى الخطوات اللي جاية ان احنا اول ما البرجر بيطلع على طول بنحطه في السندوتشات، لان احنا كده كده بنحط عليه جبنة، فاحنا عايزين تبقى كل حاجة حوالينا جاهزة، علشان لما نحط البرجر بالجبنة في الساندوتش ناكل كده على طول بقى، ما يبقاش ما نستناش لما نظبط حاجة تاني والجبنة تجلد او حاجة. فكل الحاجات دي بتسهل علينا وقت، وكمان بتسهل علينا يعني هو ده الترتيب الصح. تمام تمام. هنا كده كنت عملت البصل، وكمان السندوتشات بتاعتي الكايزر يعني نفسه، هبدأ بقى ان انا اديله تحميصة كده في الجريل برضو يديله لون حلو. وكمان دي بتعمل حاجة ان هي مش بتخلي السندوتش كده لما احط البرجر عليه وهو سخن او الكلام ده ان السندوتش يفتفت كده مني ويفرول، دي بتخلي الساندوتش ماسك نفسه شوية، الفينو بيبقى ماسك نفسه وبيديله طعم حلو جدا بجد. اهو هنا كده كنت هحمص بقى باقي الكمية بتاعتي، هديها تشويحة كده. وهنا اخت جوزي العسل. انا مش عارفة برضو ايه اللي خلاني ما استخدمش الجريل دي من الاول، هي مواعين وخلاص. المهم هنا كده انا كنت حطيت البرجر شوية في التلاجة، ما كملش حاجة لغاية بس ما حمصت العيش ده. وهبدأ بقى في الجريل كده. حطيت حاجة ولا لا؟ بيتهيألي ما حطيتش، او حطيت مش فاكرة. بس انتوا ممكن تحطوا يعني معلقة زيت خفيفة كده، وتبدأوا بقى تحمروا البرجر بتاعكم، لان هو كده كده هينزل زيوت الدهون بتاعته، لان احنا مش مستخدمين لحمة صافية، احنا مستخدمين فيها دهون.
فانتوا ممكن معلقة بسيطة كده زيت وتحطوا اللحمة البرجر بتاعتكم. لو وصلتوا لغاية هنا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة، وتفعلوا كده زرار الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم كل حاجة جديدة بنعملها. بصوا بقى لون البرجر حلو ازاي بجد، والطعم حلو جدا، وكل الصوص اللي نازل منه ده عايزه اقول لكم انه طعمه خطير خطير جدا. النهارده انا مش هعمل الصوص بتاع البيك تيستي، لكن انا هعمل صوص تاني شبيه جدا جدا بالبيك تيستي، بيبقى حلو قوي برضو. لكن لو انتوا عايزين وصفة البيك تيستي نفسها، الصوص اللي بيكون على الساندويش بيكون عبارة عن مايونيز، زبادي، مستردة، ايه كمان، ملح، فلفل اسود، كركم، بابريكا، والدهون اللي بتنزل من البرجر دي بتحطوها عليها، وبتحطوا فحماية عليها نقطة زيت، بتقفلوها شوية كده لغاية ما تاخد ريحة الفحم وبتقلبوا. هو ده صوص البيك تيستي. لكن بصراحة انا النهاردة مش هعمل الصوص ده، انا هعمل صوص تاني كده حلو وانا ما صورتوش، مش عارفة ليه، او المقطع ما جاش. انا هنا عملت ايه، حطيت معلقتين او 3 معالق او whatever يعني اللي هتستخدموه، مايونيز، كاتشب، مستردة، التلاتة قد بعض، وحطيت مية كده من مية المخلل. بصوا نفس النتيجة او قريب او احلى، يعني اذواق. فانا بحب قوي الصوص ده، مجرباه كتير فانا بحبه، وانا قلتلكوا على صوص البيك تيستي لو عايزين تعملوه. هنا كده ادي الساندوتش بتاعي يكون خلص. بحط بقى الصوص ده في الجهتين من الفينو بتاعي او الكايزر. حطيت بقى طماطم، حطيت خس، حطيت البرجر بتاعي وعليه جبنة. بس كده، بصوا مفيش اسهل من كده ومفيش اطعم ولا احلى من كده بجد. جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا. ولو عايزين تكتروا كمية اللحمة، لو انتوا عدد اكبر يعني، ممكن الفول الصويا ده زي ما بقولكوا كده تحطوه في مية، تنقعوه شوية في مية، وبعد كده بتنزلوه على اللحمة، بيدي نفس النتيجة بالظبط، بيدي نفس الطعم، بيدي نفس القوام، بل هو بيكتر اللحمة. بس كده هخلص بقى كمية السندوتشات اللي عندي دي ومش قادرة اقولكوا كان بجد حلو قد ايه. ليه بقى الساندوتش ب130؟ ليه؟ انا ممكن اعمل الكايزر ده في البيت كمان، لكن اللي خلاني بجد ما عملوش بقى ان انا كنت مستعجلة وفي حد عندي والكلام ده، فاللي هو يعني بخلص نفسي بسرعة. لكن انتوا لو عايزة اقولكوا لو عملتوا كل الحاجات دي في البيت مش هتكلفكوا اي حاجة. كده كده الصوصات اللي بتجيبيها دي بتفضل عندك لوقت طويل، انتي خدتي منها بس معلقتين. يعني انتي التكلفة الجامدة هي تكلفتك في اللحمة مش اكتر. شايفين بقى، شايفين العظمة؟ عايزة اقول لكم الجبنة دي انا كنت اول مرة استخدمها، بس كانت حلوة مش وحشة، كانت كويسة مقبولة يعني. مش فاكرة اسمها ايه بصراحة، لكن كانت كويسة. لكن الصفرة بحبها اكتر، دي كان لونها ابيض كده شوية، الصفرة بحبها اكتر وبيبقى طعمها احلى. شايفين بقى؟ هوريكم كمان دلوقتي ايه اهو البرجر قد ايه هو جوسي من جوه. انا عايزه اقول لكم كان سخن قوي، ما كنتش قادره امسكه، لكن هوريكم قد ايه بقى فيه دهون، مش دهون،
هو جوسي كده بسبب المستردة والكاتشب والمايونيز والصويا صوص اللي احنا حطينا من كل حاجة معلقتين، فده اللي خلاها كده اللحمة طرية قوي، مش ناشفة بقى ولا كريسبي ولا الكلام ده. شايفين؟ بصوا بقى الحاجات اللي بتنزل، انا جعت. كان طعمها حلو جدا. بألف هنا وشفا. يا ريت ما ننساش ان احنا ندعي لأهل فلسطين، ان ربنا ينصرهم يا رب كده نصرا قريبا، ويحميهم ويحفظهم، ويعز الإسلام والمسلمين يا رب في كل مكان وفي كل وقت، وان شاء الله كده يفك كربهم قريبا، يعني ان شاء الله بإذن الله. عايزين نحاول نطلع من المود ده شوية، فدخلت لكم على المقاطعة على طول، يعني انا بجيب من الاخر. دخلنا على المقاطعة. بصوا دي احلى مقاطعة، لان هتعمليها في البيت بجد احلى بكتير من بره بجد. يلا بألف هنا وشفا، احنا كده وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت تجربوا الوصفة بتاعتي وتقولولي في الكومنتات حلوة ولا لا، وكمان تبعتولي صورها لو عملتوها. يلا بألف هنا وشفا، متنسوش تعملوا لايك وشير. باي باي.